السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج توب 7، من تاني حلقة لبرنامج توب 7. وأنا بتكلم عن أقوى الأنميات الذات شعبية عالية، وأحيانا بتكلم في القوائم دي عن أنميات مظلومة مش معروفة ولا واخدة حقها خالص، زي مثلا الأنميات اللي رشحت بقوة للقائمة دي: مونستر، هيل جيرل، بيج مونك، مونونوكي، سيريال اكسبيرمنت لين، ديث بريد، زانكيو نوتيرو. كل دول اتكلمت عليهم في قوائم فاتت واستحقوا وجودهم في حلقة النهاردة اللي هتكلم فيها عن أقوى 7 أنميات مظلومة، واللي أنا عامل القائمة دي أصلا علشان نشوف مع بعض أنميات جديدة ما اتكلمتش عنها قبل كده. والقائمة دي هتكون على جزئين، النهاردة الجزء الأول اللي هنشوف فيه أول 7 مراكز، وبعد فترة كده هعمل الجزء التاني إن شاء الله. على العموم علشان ما أطولش عليكم فبسم الله يلا نبدأ. نبدأ حلقتنا النهاردة بالمركز السابع مع أحد أقوى أنميات الفانتازيا والعصور القديمة، كلايمور. أحد إبداعات استوديو مادهاوس، يعني الأنمي من عمل أحد أعتى الاستوديوهات في عالم الأنمي، وعرض في 2007 على 26 حلقة، ومش بيعرض القصة كاملة لأنه متاخد من أول 11 مجلد من المانجا من أصل 15، وهتلاقي حتى في نهاية الأنمي في توعد بالمواجهة تاني. فمش عارف ليه ما كملوش القصة، هل العملية مش جايبة همها ولا المتبقي من المانجا خارج وما ينفعش يتعرض؟ لأن الأنمي للأسف فيه عري ودموية عالية جدا، وفيه بعض لقطات الفان سيرفيس حسب موقع IMDb، هي قليلة مش كتيرة، ده غير لبسهم اللي ضيق جدا، فالأنمي بشكل عام غير مناسب للمشاهدة العائلية. بس الأنمي جاد جدا وسوداوي ومظلم، ممكن من أكتر الأنميات المظلمة على الإطلاق، ده غير إنه دموي وعنيف جدا، تحس إنه واخد من بريزيرك ونيفرلاند الموعودة السوداوية والدموية اللي فيه. وقصته في العصور القديمة لما تبقى فيه وحوش كده بتاكل البشر وبتتنكر على هيئتهم، ومفيش حد يقدر عليهم غير مجموعة الكلايمرز اللي هم فارسات بيقاتلوا الوحوش دي قصاد فلوس، وهم نصهم بشر ونصهم الوحوش ديت، ولما بيوصلوا لطاقة معينة هيتحولوا، وكلهم بنات بالمناسبة ما فيهمش راجل. والفارسات دول هم أبطال الأنمي، ولو هنقول على واحدة منهم إنها الشخصية الرئيسية هتكون كلير، فارسة هتقابل صاحبنا ده في أول حلقة، وبالرغم من إنها باردة عديمة الإحساس إلا إنها هتاخده معاها في كل مكان بعد كده، علشان صعب عليها بسبب أخوه اتحول لوحش وهي قتلته، ده غير كمان إنه بيعمل لها الأكل والكلام ده. وبعد كده بقى هتتطور القصة وهنشوف الشخصيات التانية وهيتحدوا مع بعض قدام والكلام ده كله. وأسباب ظلم الأنمي من وجهة نظري هو بأن الأنمي مش بيعرض القصة كاملة، وأسلوب القتالات فيه مش قد كده، هو أحيانا بيبقى حلو وأحيانا زفت، وكمان لا هو بصراحة مفيش غير السببين دول، عدا ذلك الأنمي قوي ومش عارف ليه مش واخد حقه. ونروح بعد كده لأقوى أنمي مدرسي مظلوم في المركز السادس، سكول رامبل. أنمي كوميدي وخفيف، وفكرته الرئيسية ظريفة، وهي عن صاحبتنا دي اللي معجبة بزميل ليها منعزل مع نفسه ومنفض لها خالص، ومن ناحية تانية صاحبنا ده زميلها في الفصل، والله ده طالب مدرسة مش بتاع ياكوزا والكلام ده. المهم بأن صاحبنا ده هيتجنن على صاحبتنا، وطول الوقت بيحاول يجر ناعم معاها ويلفت انتباهها بكل الطرق، حتى بعد ما أنقذ حياتها مرة كده وهي منفضاله تماما، يعني أنمي كل واحد بينفض للتاني. فكرته العامة ظريفة وكوميدي جدا في معظم أحداثه، بس للأسف كعادة أنميات الكوميديا المدرسية فيه مناظر عري وأفكار شمال، ده العادي بتاع الأنميات يعني، مما يخليه غير مناسب للمشاهدة العائلية. وبالرغم ان فكرة الانمي تعتبر اقوى من انميات مدرسية كتيرة معروفة، الا ان الانمي مظلوم وغير معروف الا من الاوتاكو المحترف، وغالبا السبب هو بان الاستوديو اللي اشتغل عليه مش معروف قوي في الوسط ده، استوديو كوميت، اللي ابرز انمي له هو الكابتن ماجد بتاع التسعينات اللي كلنا عارفينه من سبيستون. فغالبا ده السبب الوحيد في عدم شهرة الانمي، انه من عمل استوديو مش معروف وعلى قد حاله، بالرغم من انه مقتبس من مانجا بدأت من 2002 وانتهت في 2009، والانمي عرض على موسمين من 2004 ل 2008، كل موسم بقرب 26 حلقة، ده غير الحلقتين الإضافية، يعني طويل قوي على الفاضي من وجهة نظري،
بحيث انه من غير قصة معينة زي اغلب الانميات المدرسية. ونطير على طول للمركز الخامس مع اقوى انمي درامي سجون على الاطلاق، رينبو، اللي احداثه واقعية جدا، بحيث ان احداث الانمي بعد الحرب العالمية التانية لما غرقت اليابان في الفقر والبلاوي اللي حصلت، وبسبب الفقر واوضاع البلد السيئة هيتاخد 6 شباب للإصلاحية علشان بيبلطجوا وبيأذوا الناس، وهناك بقى هيتعرفوا على صاحبنا ده بطريقة لائقة ومحترمة، احترام يعني. وبعد كده هيبقى صديق وأخ كبير ليهم، وهيساعدوا بعض علشان تمر السنتين سجن دول بسرعة، لأن في ضابط ودكتور قذر بيستمتعوا جدا بتعذيب المساجين بأوسخ الطرق الممكنة، وحتى إنهم هيقتلوا مساجين كمان، وهيحاولوا يقتلوا صاحبنا ده بأي طريقة علشان عارف فضايحهم. وغالبا التلت الأخير من الأنمي لما يخرجوا من الإصلاحية ويبدأوا يختلطوا بالعامة ويحققوا أحلامهم. فكرة الأنمي وقصته وأحداثه جميلة، بس عنيف جدا وفيه مشاهد غير لائقة، فيعتبر غير مناسب للمشاهدة العائلية. وغالبا سبب عدم شهرته إنه واقعي جدا، ما فيهوش قدرات خارقة والعك ده. الأنمي مظلوم جدا بالرغم إنه من إنتاج استوديو ماد هاوس، وعرض في 2010 على 26 حلقة بعد ما المانجا انتهت في نفس السنة اللي استمرت 8 سنوات. يعني أنمي من استوديو معروف وله مانجا طويلة، ورسوماته فكرتني بجوجو بيزار ادفنتشر، يعني الرسومات مش سيئة. حتى تقييمه على موقع IMDb وصل ل 83%، تقييم عالي مش بسيط. فالأنمي ملوش سبب واضح هو ليه مظلوم. أكتر من نص أحداثه في السجون، وهتعيش مع أصحابنا أدق تفاصيل حياة السجون، وهتعيش معاهم من أول ما يترحلوا لغاية ما يخرجوا، وهتشوف المعاناة اللي هيمروا بيها. كل ده كفيل بإنه يشد أي حد، بس علشان أغلب أحداثه في السجون ظلم جامد، لأن أي عمل فني أحداثه في السجون بيبقى مظلوم وغير مطلوب قوي، زي فيلم شاوشينج والفيلم البريطاني اللي كان ضمن أقوى أفلام الحرب العالمية التانية. فغالبا ده سبب ظلم الأنمي، والله أعلم. ونروح بعد كده للمركز الرابع مع أكتر أنمي خيال علمي وغموض نفسي مظلوم، كايبا. كايبا ده غير ستيتو كايبا بتاع يوجي، اللي لو كتبت كلمة أنمي كايبا على جوجل معظم النتائج هتكون عن ستيتو كايبا، وقليل جدا اللي بيتكلم عن الأنمي ده لأنه مظلوم جدا وغير معروف. والسبب في ده هو بأن الأنمي معقد جدا وغريب، غريب في أفكاره وعالمه العجيب، وغريب كمان في رسوماته مش حلوة وما تشدش خالص، وقليل جدا اللي اتفرج عليه واستمتع. وتقييماته كلها على المواقع المختلفة أعلى من 80%، ومن إنتاج استوديو ماد هاوس، يعني حاجة فخمة، بس قليل اللي بيمدح فيه أو قليل اللي فهم المغزى منه. والأنمي عرض في 2008 على 12 حلقة بدون مانجا ولا روايات سابقة، وقصته عن شاب هيلاقي نفسه فاقد الذاكرة وفي ثقب كبير في صدره كده ومعاه صورة واحدة، وهيبدأ الأنمي سخن لما تطاردوا مجموعة كده علشان تسرقه، وواحدة واحدة هتستكشف مع صاحبنا عالم الأنمي العجيب ده، عالم ما تفهملوش حاجة، وهتشوف مخلوقات غريبة وحاجات كتيرة ملهاش تفسير، وهتشوف صاحبتنا اللي في الصورة، وغالبا في أحداث في الماضي، وتقريبا هنشوف اللي وصل صاحبنا لشكله اللي شفناه في أول الأنمي. والأنمي نفسي جدا وإنساني، وبيناقش جزئية ذكريات الإنسان، بحيث إن عالم الأنمي الناس بتبيع فيه ذكرياتها وتشيل اللي هي عايزاه منها، وكمان بينقلوا الذكريات من جسم لجسم تاني، يعني الشخص نفسه بيتنقل من جسم لجسم تاني على حسب فلوسه أو اللي اختاره، لأن الشخص إيه غير ذكرياته. دي الفلسفة اللي بيعرضها مخرج الأنمي في القصة، والأحداث مش بتعتمد على شخصية أو قصة واحدة، اللي فهمته إنك هتتنقل ما بين مجموعة قصص وشخصيات في نفس العالم، والله أعلم. بس الأنمي فيه مشاهد عري وشمال جدا، فغير مناسب للمشاهدة العائلية نهائيا. ونروح بعد كده للمركز الثالث مع أقوى أنمي عصور قديمة مظلوم، موريبيتو. الأنمي ده متاخد من روايات من الكاتبة المبدعة ناهوكو يوهاشي، اللي فازت رواياتها بجوائز كتيرة واقتبس منها أنميات تانية ومسلسلات لايف كمان، ده غير إنها واخدة الدكتوراه في علم الإنسان الثقافي، واللي الأنمي بتاعها مركز على الثقافة الصينية، لأن أحداث الأنمي في الصين في العصور القديمة، وكل اللي هتشوفهم صينيين، وأحداث الأنمي عن مقاتلة مكرسة حياتها لمساعدة الناس والدفاع عنهم علشان تكفر عن ماضيها الأسود.
فبعد ما هتنقذ ابن الإمبراطورة التانية هتطلب منها الإمبراطورة إنها تحمي ابنها الأمير وتهرب به لبعيد، لأن الإمبراطور الأول عايز يقتله بسبب معتقدات عن إن الأمير تم اختياره من الأطياف المائية بحيث إن روحه هتحمل الطيف ده. هو حوار عجيب كده من الحاجات المؤمنين بيها، وصاحبتنا هتاخد الأمير وتهرب بيه وهتحميه من المخاطر اللي هتواجهه ومن الناس اللي تبع الإمبراطور اللي عايزة تقتله. دي القصة باختصار. والأنمي عرض على 26 حلقة في 2007، نفس سنة عرض كلايمر، حتى في شبه والله، بحيث إنه بيتكلم عن شاب صغير هيبقى مع محاربة طول الوقت وينشف مع مرور الوقت وتدربه والكلام ده، نفس الفكرة الرئيسية، بس الفرق ده مش دموي ومناسب للمشاهدة العائلية عادي. بس غريب إن الأنمي ده مش معروف مع إن قصته قوية وكمان رسوماته والتحريك فيه رائع، ده غير أسلوب القتالات جميل، والاستوديو اللي اشتغل عليه برودكشن اي جي اللي معظم انمياته مظلومة ومش معروفة زي أوساجي دراب وسايكو باس وجوكر جيم وغيرها من الانميات. ليه الانمي ده مظلوم وغير معروف؟ مش عارف، ده حتى أحداثه في العصور القديمة في الصين وهتعيش أجواء الصين والإمبراطورية الصينية بأدق تفاصيلها في اللبس والشكل والشوارع، ولا كأنك عايش وسطيهم، يعني مفيش أحسن من كده، وقتالاته قوية كمان. ليه بقى الأنمي مظلوم؟ وندخل على أقوى أنمي قوة خارقة مظلوم على الإطلاق. في المركز الثاني هاماتورا، أنمي أبطاله عندهم قدرات خارقة بتختلف من شخص لتاني، بس مختلف عن أقرانه زي تشيرلوت من ناحية إنه دموي جدا زي أنمي دورورو كده، فده سبب رئيسي بإن الأنمي غير مناسب للمشاهدة العائلية. ده غير إنه فيه لقطات منحرفة وخارجة بس قليلة مش كتيرة، الدموية هي اللي بارزة في الأنمي. وسبب ظلم الأنمي من وجهة نظري هو بإن الاستوديو اللي اشتغل عليه استوديو ناز كان ده أول أنمي يشتغل عليه. لكم أن تتخيلوا استوديو أبيض في المجال ده يكون ده أول أنمي له بالرسومات والإمكانيات الجبارة دي، بس بما إنه من استوديو مش معروف نهائي الأنمي ما سمعش، مع إن الأنمي مقتبس من مانجا بدأت في 2013 وانتهت في 2014، والأنمي نفسه بدأ في 2014 على موسمين وانتهى في نفس السنة على 24 حلقة، ده غير طبعا الحلقات الإضافية والأنمي الصغير اللي شكلهم فيه عجيب ده غير كمان إنه له فيلم أنمي نزل في 2015، ومن ساعتها مفيش أي جديد عن الأنمي، رغم إنه ممكن يبقى زي أنمي ستري دوجز كده، حتى والله نفس الفكرة، بحيث إن الأبطال عندهم قدرات خارقة فاتحين مكتب تحقيقات للتحقيق في القضايا المستعصية على الشرطة باستخدام قدراتهم الخارقة، وطبعا ده قصاد فلوس. وهيظهر في الموسم الأول قاتل هيهدد البلد كلها بحيث إنه بيقتل أصحاب القدرات الخارقة والناس العادية كمان، فهتبقى المواجهة شرسة ما بينهم. ده غير شريرة الجزء التاني شكلها حكاية، بس للأسف لابسة لبس محتشم قوي أو العكس. وفي من الأبطال دول اللي بيتحكم في الكهرباء، وفي اللي بيبطأ أو بيوقف الوقت، وفي اللي بيشوف حاجات ما بتشافش إلا بقدراته، وغيرها من الشخصيات ذات القدرات المختلفة. بصراحة أنمي شكله حلو، بس عيبه إنه من استوديو غير معروف وبينافس أنميات قوية زي ستري دوجز، وده سبب عدم شهرته للأسف. وبما إنه لسه في جزء تاني للقايمة دي، نروح على طول على المركز الأول لأقوى أنمي مظلوم على الإطلاق، موشيشي. أكتر أنمي مظلوم بالرغم إنه واخد العلامة الكاملة على موقع راتن توميتو، وواخد 85% على موقع IMDb، وواخد تقييمات شبه كاملة على المواقع الكبيرة، ده غير إن المانجا بتاعته كانت في فترات كتيرة ضمن أكتر 10 مانجا أسبوعية مبيعا، يعني القصة قوية. والأنمي نفسه بدأ يعرض في 2005 و2014 على موسمين، مجموع الموسمين 46 حلقة، ده غير الحلقات الإضافية، ده غير له أفلام أنمي مش فيلم واحد، واتعمل له فيلم لايف في 2005. بس بالرغم من كل اللي قلته ده، الأنمي مظلوم جدا وقليل اللي يعرفه، والسبب في ده بأن الأنمي من غير قصة معينة، كل حلقة مستقلة بذاتها، ده غير أنه مش كوميدي خالص، وكمان من غير مناظر خارجة نهائي إلا ممكن منظر أو اتنين طول الأنمي ومش قد كده كمان، ده غير أنه من غير قدرات خارقة وقتالات وهالات والعك ده كله. هو الأنمي فيه مخلوقات خارقة للطبيعة شبيهة بالفيروسات والبكتيريا كده، وهي مخلوقات هدفها العيش فقط،
وملهاش وعي أو تتكلم أو تفكر وبتأذي الناس. فهيجي صاحبنا ده اللي هو دكتور متخصص فيها وشبه صاحبنا ده كده ويساعد الناس اللي بتعاني منها ويعالجهم. وهتلاقي كل حلقة عند الناس جديدة لأنه رحالة بيتنقل باستمرار علشان يساعد الناس. دي فكرة الأنمي باختصار. الفكرة مش هتشد أي حد بيحب القتالات والضحك والكلام ده، لأن الأنمي إنساني جدا وعميق وبيعيشك أجواء أواخر القرن ال19 بكافة تفاصيله. وهتشوف فيه حوارات كتيرة وحاجات مش عارف أسميها إيه، ممكن نقول عنها مريبة جدا بس مش لدرجة مرعبة أو دموية، لأن الأنمي بعيد كل البعد عن الحاجات دي. وده من أبرز أسباب ظلم الأنمي خصوصا عندنا في الوطن العربي اللي بنهتم بالأكشن والشكليات دي، بينما الأنمي إنساني فلسفي جاد، حاجات للأسف ما تشدش معظم الأوتاكو. بس شدتني أنا الصراحة ووش كده هشوفه. مش كل يوم نسمع عن أنمي قوي ونضيف ومناسب للمشاهدة العائلية. عشنا وشفنا. ايه رأيكم معانا في القائمة؟ لو عندكم رأي تاني ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات مختلفين معانا في ايه، او ايه انميات كانت المفروض نجيبها معانا وما جبناهاش، واكتبوا لنا آرائكم برضو. ولو حابين نتكلم عن حاجة معينة اكتبوها لنا. ولو لسه ما اشتركتش في القناة يبقى يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر التنبيه علشان يوصلكم جديد القناة، وتفاعلوا معانا كده وكمان اتفرجوا على الحلقات اللي فاتت، واستنوا الجزء التاني خلال الفترة الجاية ان شاء الله. ونشوفكم على خير في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.